اسمي فراس يوسف صالح خلف، لقبي أبو هاجر، مواليد 1987، بايعت بالحويجة على يد أبو حمزة الوالي. وراها حولوني للميدان، جندي بالميدان، ورا أمير قاطع كان أبو سليمان. وراها رحنا للفتحة، كان هجوم على الفتحة، ما تقدموا، بس جاء الطيران قصف وقتل من عندنا ورجعنا. وثاني عملية بعلاس صعدنا وكنا وضربتنا الطيارة وقتلت جماعتي، ظلينا احنا بس 3 رجعنا. ووراها صعدوا من تل قصيبة على جبل الميدان، هم قاموا يقصفون ورجعنا، يعني ما بس يعني قصف كان. وكان وراها العملية الرابعة تقدموا علينا على الميدان، عاد قتلوا من جماعته وحرقوا السيارة مالتنا ورجعنا. عاد وراها النوب انتقلت لسليمان بيق، وظليت فترة، وعاد تحولت النوب نقلت لديالة. ورا عاد طلعت مداهمة مال حشد، بكي ردنا يرجعون ما رجعوا، عاد جو حرقوا مكاناتنا، ضربونا اشتبكوا ويانا، خذوا المكان حرقوه ورجعوا. وراها عاد أبو عذراء كان صاعد بكت على طريق كركوك بغداد، ماخذ 5 من الحشد، خابرنا قال بس جيبوا له السيارة، محتاجين سيارتكم. رحنا ودينا له السيارة أنا وولد وياي 2. وعاد هو أخذ ذول ال5 وراح وداهم ولاية كركوك، وبكت هددوا الحكومة العراقية على مود يحلون النساء السنة. وعاد وراها طلعت مداهمة عليهم وقاتلينهم. اتفقنا ويا مهرب يودينا لتركيا. من وصلنا محافظة سليمانية تم اعتقالنا من قبل، كنا ويا المعبرتي، تم اعتقالنا من قبل القوات الأمنية ببداية شهر 11 2021. اسمي برزان عامر شكر، المكنى أبو إسحاق، من كركوك قضاء الحويجة. داومت بالدولة الإسلامية، دخلت دورة 40 يوم، وطلعنا من الدورة وخصصوني لورشة مال تصليح مال قاعدات مال الأحادية. داومت 6 شهور، بعدها بطلت، ومرة ثانية رجعت. فمن رجعت بقيت فترة 3 شهور 2 شهر، فبعدها طلعت الكركوك. طلعت عن طريق التهريب، دفعت ورقة. فمن كركوك للتركيا طلعت بعدها، دفعت 7 ورقات. فبتركيا تعرفت على أشخاص، أبو حمزة وأبو علي. فبعدها بقيت 3 سنين تركيا. فتواصلت مع أبو حسن، اللي أبو حمزة أخذت رقم أبو حسن من أبو حمزة. فتواصلت وياه، قلت له بدي أرجع للعراق، وقال لي ماشي، أني أدز لك فلوس وارجع عن طريق التهريب. فتواصلت ويا أبو علي، فأبو علي قلت له أريد هوية، قال لي أنا أطلع لك هوية مزورة. قلت له ماشي، قال لي $200. قلت له ماشي، انطيته $200، طلع لي هوية مزورة. بعدها تواصلت ويا أبو حسن، فقال لي راح أدز لك فلوس، دز لي 11 ورقة. بعد 20 يوم دز لي ياهن، فال20 ورقة جني بيد مرة، استلمتهن. فخابرت مهربشي، فجيت وياه من طريق التهريب على إيران وعلى الشمال سليمانية. دخلت سليمانية، فطلعت الكركوك، بعدها من كركوك إلى الجبل. فوصلت الجبل، لقيت الأشخاص أبو حسن وعبد المنعم وحجي عيسى وأبو عبد الله. بقيت فترة 7 شهور
رادوا يكلفوني بعمل ورشة مرة ثانية بمنطقة اسمها السعدية. فمن طلبوا مني رفضت انه اروح. بعدها بغيت بجبل فترة فوقعت وانكسرت ايدي. فمن انكسرت ايدي بقيت بجبل ما عملت شيء لحد ما صحت لي فرصة وطلعت من الجبل. فاتفقت ويا ابو هاجر هم موجود بالجبل اسمه فراس. فاتفقنا انا وفراس نطلع لتركيا. فبقينا يومين اتفقنا ويا المهربجي فطلعنا من الجبل. فرحنا القرية اسمها سرحة قريبة على طريق كركوك بغداد. فوصلنا قرية سرحة فخابرت المهربجي اسمه ابو دعاء. فتواصلت وياه قلت له اني هسه يم القرية. قال لي تقدم لحد الشارع. فتقدمت فاتصل علي ابو عمر هو اللي باعث سيارة. فصعدت بالسيارة سوبر دير على طريق كركوك بغداد. صعدنا أنا وفراس. فطلع بينا لحد قرى هنجيل. من قرى هنجيل اجتنا سيارة ثانية اسمها أبو أحمد. فصعدنا وياه طلعنا للسليمانية. فوصلنا سليمانية وصلنا هناك فقعدنا ببيت تابع لأبو عمر. بقينا يوم وثاني يوم اتصلت بابو دعاء قلت له انا هسه بالسليمانية حتى نطلع. قال لي ماشي راح ادز لك السيارة. فدزنا السيارة بالليل. فوصلنا ابو احمد لحد السيارة. فصعدنا بالسيارة وطلعنا البيت السايق التابع لابو دعاء. فمن وصلنا بالبيت قعدنا قال لي باكر نروح نعبر. فمن بقينا بالبيت جت القوات الأمنية بتاريخ 2021 شهر 11 يوم 2 فألقت القبض علينا.